السلام عليكم. ليه كل مرة بنفكر نبدأ حاجة جديدة نحس بخوف يخلينا نقف في مكاننا؟ ايه اللي ممكن يكون السبب الحقيقي ورا الخوف ده؟ وهل الخوف ده ممكن نعتبره حجة مقنعة لعدم المحاولة؟ خلونا ندخل في التفاصيل. ليه بنخاف من المحاولة؟ أول حاجة محتاجين نفهمها هي إن الخوف ده طبيعي جدا، لكن ليه موجود أصلا؟ غالبا الخوف من المحاولة جاي من مصدرين، خلينا نقسمهم لحاجتين. رقم واحد، الخوف من الفشل. كتير مننا بيخاف يفشل، ونحس إن لو فشلنا في المحاولة هيكون في نوع من الإحباط أو خيبة الأمل. المشكلة إننا ساعات بنحمل الفشل ده أكبر من حجمه ونعتبره دليل على إننا مش كفء. رقم اتنين، الخوف من رأي الناس. كتير مننا بيخاف من رأي الآخرين، ودي حاجة ممكن تمنعنا من المحاولة أصلا. ممكن نخاف نتعرض للسخرية أو النقد لو حصل وفشلنا. ايه اللي بيحصل لما نخاف ونقرر ما نبدأش؟ الخوف من المحاولة مش بس بيمنعنا من اننا نعمل حاجات جديدة، ده كمان بيخلينا نفقد فرص كتير. ساعات بنفكر اننا لو فضلنا في المنطقة الآمنة هنكون في امان ومفيش حاجة ممكن تضايقنا، لكن للأسف المنطقة الآمنة دي مش بتوصلنا لأحلامنا أو أهدافنا. أبسط مثال، شاب عايز يبدأ مشروع صغير، لكن كل مرة يقنع نفسه إنه مستعد، بيلاقي مليون سبب يخليه يتراجع. النتيجة إنه بيفوت فرصة ممكن تكون كانت بداية حاجة كبيرة ليه. طيب، إزاي نواجه الخوف ده؟ المواجهة هنا بتكون على خطوات بسيطة. رقم واحد، اتقبل فكرة الفشل كجزء من النجاح. الفشل مش نهاية العالم، بالعكس ده بيكون خطوة بنستفيد منها. حاول دايما تفتكر إن مفيش حد بدأ ناجح، وكل الناجحين مروا بتجارب فشل. رقم اتنين، اعمل خطوة صغيرة، ما تخليش حجم الهدف يخوفك. لو عندك حلم كبير قسمه لخطوات صغيرة، وابدأ بأبسط حاجة ممكنة. الخطوة الأولى مش لازم تكون ضخمة، المهم إنك تبدأ. رقم تلاتة، فكر في رأيك أنت الأول. خليك عارف إن رأي الناس مش دايما بيكون حقيقي أو مهم. في النهاية اللي هينجح أو يفشل هو أنت، مش حد تاني. فخليك مركز على نفسك وعلى أهدافك. في النهاية الخوف من المحاولة بيمنعنا من اكتشاف قدرتنا الحقيقية. اللي بيميز الناجحين إنهم يختاروا إنهم يحاولوا حتى لو كان الخوف موجود. ما تنسوش دايما إن البداية مش شرط تكون كاملة، لكنها لازم تكون موجودة. انطلقوا، واجهوا الخوف، وحاولوا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وشير الفيديو لكل الناس اللي عندك. شكرا على المشاهدة.